للمرة الثانية على التوالي قرر الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي إلغاء الندوة الصحفية بعد المباراة الإعدادية أمام موريتانيا، كما تم إلغاء الندوة الصحفية لمدرب موريتانيا أمير عبدو، وقرر منح الصحفيين والإعلاميين محليين وأجانب تصريحات سريعة في المنطقة المختلطة المعروفة بالزون ميكست. فشل المنتخب المغربي مساء أمس الثلاثاء على أرضية ملعب أكادير الكبير عن الفوز أمام نظيره الموريتاني في المباراة الإعدادية الثانية، وقام وليد الركراكي ب5 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها في المباراة الأولى أمام أنغولا، إذ منح الفرصة للمدافع شادي رياض ليشكل ثنائي خط الدفاع مع نايف أقرد، وكذلك أسامة العزوزي وأمير ريتشارلسون في خط الوسط، كما منح الفرصة لسفيان الرحيمي بعد الأداء الجيد أمام أنغولا في ال20 دقيقة الأخيرة